طبعا يا جماعه انا مش من محبين يعني انا ما بقعدش اتفرج على قناه الزمالك دي ابدا، يعني ما اقعدش افتح التلفزيون على قناه الزمالك. تمام، بقى عندي حاجات كتيره اهم ممكن ان انا اعملها، ان انا اقعد اتفرج على ايه، على قناه الزمالك. بس بالصدفه وانا بقلب كده لقيت ايه، الاعلاميه مها صبري الزملكاويه طبعا على قناه الزمالك بعد خساره الاهلي من طلائع الجيش، قابلني ليها مقطع ريلز كده، قعدت فيما يعادل نص ساعة تتكلم على الأهلي وملياراته وفلوسه، واحنا الزمالك واحنا بنعمل وبنسوي بأقل التكاليف وبأقل ومتصدرين الدوري والأهلي في المركز الثالث. وقامت عاملة سامعني كده، سامعني. فقلت ايه، يا رب الشماتة اللي فيها دي تترد لها، يا رب الشماتة اللي هي شمتناها دي تترد لها. وكان قلبي حاسس ان امبي هيعمل، انا كان قلبي حاسس ان امبي هيعملها. تمام، بس ما توقعتش طبعا ان هم هيجي لهم ضربه جزاء في اخر الثواني وهيضيعوه طبعا. يعني هو حتى لو كانوا تعادلوا، هو برضو الفرق ما كانش هيبقى 6 نقط، يعني الفرق كان هيبقى ايه، من 3 نقط ل4 نقط، كان هيبقى الفرق بينهم وبين بيراميدز نقطه واحده. وطبعا لسه 7 ماتشات في الدور الثاني، فايه طبعا السير معتمد جمال يعني فكرني بالسير بيتسو موسيماني لما كان بيتعثر ماتش في الدوري فيقول لك ايه، العدد المهم الكم، يعني يروح منزل 3 مهاجمين جنب بعض كده مش مهم، يعني مش مهم بقى، المهم ان انا هزود مهاجمين وخلاص، ما بتحسبش كده. طلع وطلع وطلع وعمل وراح منزل عدد مهاجمين وبلح وصباح الفل، وحمزه الجمل كان مقفلها عليه ترابيس وما عرفش يسجل، وجاله ضربه جزاء في اخر الثواني في الماتش، اخر الثواني خلاص الماتش بيخلص. عبد الله السعيد اصلا الكره كانت متشتته بره، راح شنكله في رجل الواد، راح حاسبها الحكم، ما ترددش ان هو يحسبها ضربه جزاء وحسبها ضربه جزاء، وفعلا الفار شيك عليها وحسبها وبتاع. راح دخل حسام عبد المجيد الله يبارك له بالكربون ضربه الجزاء بتاعت كالوشا، راح داخل مضيعها بنفس الطريقه، وعمل يفضل يعمل كده قبل ما يشوط ضربه الجزاء وبتاع كانه بيسخن عربيه، وراح داخل مضيعها. طيب ايه الدنيا في الدوري دلوقتي، الدنيا في الدوري عامله ازاي، الدنيا في الدوري عامله ازاي؟ الدنيا في الدوري دلوقتي ان الزمالك لسه متصدر ب 43 نقطة، بيراميدز متصدر ب 43 معاه في نفس النقط 43 نقطة، والأهلي معاه 40 نقطة. ها فها فها بس انت النهارده الزمالك بدل ما انت كنت هتبقى محتاج على الاقل ان انت، هو الزمالك لو كان كمل في المكسب حتى لو كانت عادل له كمان ماتشين في ال7 ماتشات الجايين دول وفضل خلاص كان كسب الدوري. انت النهارده 3 نقط، يعني انت ماتشك قصاد الزمالك لو انت كسبته ال7 ماتشات الجايين ما فيهمش. احنا طبعا عندنا ماتش مع الترجي يوم الاحد تقريبا، ماتشنا مع الترجي في دوري الابطال. تمام، عندك ماتش مع الترجي ما فيهاش برضو، انت لازم تكسب، انت لازم تكسب ان شاء الله باذن الله. على اقل الاحتمالات يا عم هتتعادل وتيجي تكسب ماتش العوده هنا، بس اصلا احنا مش رايحين نتعادل، احنا هنروح ان شاء الله باذن الله نكسب. تمام، عندك ماتش في دوري الابطال، هترجع تكمل ماتشاتك في ال7 ماتشات بتوع الدوري، ما فيهاش ما فيهاش. عندك ماتش مع الزمالك وماتش مع بيراميدز، ربنا كرمك وكسبت ال5 ماتشات بتوعك بره الماتشين دول، كسبتهم كمان، انت بطل الدوري. خلاص الدوري كده رجع، انت الزمالك النهارده اداك نفس تاني بعد ما انت كنت بتقول خلاص الخساره هتبقى 6 نقط، وكلنا الماتش اللي فات قلنا كده، قلنا خلاص الزمالك مش هيفرط في الماتش ده. الزمالك بقاله تقريبا 4 ماتشات بيكسب مع التوالي، فانت ماتش انبي بالنسبه له كان يعني كنا متوقعين كلنا ان الدنيا مش هتبقى بالشكل ده، الدنيا مش هتبقى بالشكل ده. ولو ان احنا عارفين برضو ان الزمالك احسن فريق يعشم جمهوره، يعشمهم ويصيحوا قوي 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 وبعدين يخلى بيهم، مش زي الاهلي. انا براهن دايما على نفس الاهلي الطويل، انا مش براهن على لعيبه ولا براهن على مدرب ولا براهن على اي حاجه، انا براهن على روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي اللي بتكمل لاخر الدوري، لاخر الموسم. وارد بيراميدز لسه هيقع ماتشات والزمالك لسه هيقع ماتشات، المطلوب منك ان انت ما تقعش، لا تخسر ماتش ولا تتعادل ماتش. المطلوب من النادي الاهلي الفتره الجايه انه لا يخسر ماتش ولا يتعادل ماتش، خسرت او تعادلت ماتشات لسه هيقول لي حتى لو ال7 ماتشات مثلا، هو الزمالك يعني هيفضل مكمل في الفوز ولا بيراميدز هيفضل مكمل في الفوز؟ ما اقول لك مش مضمونه، بس انا بتكلم على نفسي دلوقتي، انت المطلوب منك ان انت لا تخسر ماتش ولا تتعادل ماتش في ال7 ماتشات اللي لسه لك، غير ماتشين بتوع دوري الابطال. اتمنى من كل قلبي ان لعيبه النادي الاهلي، وليد صلاح الدين، الكابتن محمود الخطيب، سيد عبد الحفيظ، كل الناس قرصه جامده قوي للعيبه دي، قرصه جامده قوي، قرصه ودن جامده قوي، ان مفيش بديل عن الفوز في الماتشات الجايه كلها. الماتشات الجايه كلها ما فيهاش بديل عن الفوز بالنسبه للنادي الاهلي. الف شكر لنادي الزمالك، النادي المحترم الغريم المحترم اللي هفضل اشكره، والف شكر لكميه الصياح
الصياح اللي بعد ماتش طلائع الجيش اللي انت بتدفع ثمنها النهارده، عشان احنا بنقعد نقول لك ما تصيحش، ما تزيطش، عشان الزيطه وحشه، عشان هتقع وانت بتسمعش الكلام. انت بتسمعش الكلام، بنفضل نقول لك بلاش بلاش، مفيش فايده فيك، فادفع ثمن زيطتك وثمن شماتك النهارده بخسارتك الجميله من انبي، وان شاء الله باذن الله نتقابل اخر الموسم وانت برضو مشرف في الكونفدراليه. بالشفا لاعلاميين نادي الزمالك، لجمهور نادي الزمالك، لعمرو الدرديري بالاخص، عمرو الدرديري عشان عمرو الدرديري ده بيزودها جدا، لكل الناس اللي شمتوا وخدوا فيديوهاتنا وعملوا عليها رياكتات وقعدوا يهزروا علينا، وكل الناس اللي دخلوا في الكومنتات قالوا كلام ما ينفعش وكلام مش كويس. بقول لكم من كل قلبي بالشفا يا حبايب قلبي.